من أسباب نزول البلاء والعذاب والنكال من الله عز وجل هو الظلم والبغي والطغيان. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا هذه الآية العظيمة: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فالبغي عباد الله عاقبته على صاحبه، البغي عاقبته على صاحبه. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، إنما بغيكم على أنفسكم، فعلى الباغي تدور الدوائر. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لو بغى جبل على جبل، لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا. لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا. هذا وهو جمال، هذا وهو جمال. لو حصل منه بغي، حصل منه ظلم، حصل منه طغيان، لجعل الله عز وجل نقمة منه وغضبا منه على ذلك الباغي لجعله جل وعلا دكا. هذا لتعلموا عباد الله عاقبة الظلم، وأن الظلم عاقبته وخيمة.